بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. أنا بعمل كل حاجة، بقدم كل حاجة. بيرجع البيت يلاقي هدومه مغسولة ومكوية وبيلاقي أكل وولاده مستحميين واخدين دروسهم. عايزة إيه أكتر من كده؟ أو أنا مش مقصر في بيتي، كل احتياجات البيت موجودة، معيشها في شقة أو في فيلا محترمة. عايزة إيه أكتر من كده؟ الكلام ده كتير بنسمعه من ستات ورجالة. الإحساس إن هم قدموا كل حاجة ممكنة والطرف التاني مش مقدر ده، والحقيقة دي مشكلة. ولكن النقطة هنا إنه أنتي أو أنت قدمتوا الحاجات اللي من وجهة نظركم مهمة، ولكن مش شرط تكون بنفس الأهمية عند الطرف الآخر. بمعنى إنه ممكن راجل يكون بيجيب كل حاجات البيت أوكي والشقة تمام، ولكن ما بيديش لمراته وولاده مثلا أي اهتمام، ما بيديش مشاعر كفاية، ما بيحضنهمش، ما بيقول لهمش وحشتوني. هم محتاجين ده. انا ما بقولش ان احتياجات البيت، اصل احتياجات البيت والشقه الكويسه ده ضروره، دي ضروره، انما في احتياجات تانية مهمه بالنسبه لهم جدا وبرضه ضروره، احتياجات نفسيه. نفس القصه، الست اللي بتشتكي تقول انا عملت كل حاجه واكله وشربه ولبسه. طب حبيبتي، انت حاولتي تفهمي هو محتاج ايه؟ الحاجات دي برضو اللي انت بتعمليها حاجات خلينا نقول أساسية أوكي، ولكن المشاعر، أسلوب توصيل المشاعر ممكن يكون هو ده اللي هو محتاجه أيا كان. وممكن على فكرة حد يكون حكاية المشاعر دي مش عالية عنده، فهو عايز حاجات عملية، عايز تصرف عملي يوريه الحب ده. يعني كتير من الستات مهم قوي انها تسمع بودنها، انها تسمع كلام حب، انها تسمع كلام اهتمام. ده مش معناه ان هي مش عايزة افعال توري الحب. الراجل يمكن اكثر عملية، ومع ذلك في رجالة كتير جدا بعد فترة من الجواز بيقول لك انا مش رأيي مراتي اللي انا حبيتها واتجوزتها، خلاص هي بس بقت ام جيدة وست بيت جيدة، انما كزوجة مفتقدها. ففعليا احنا محتاجين نفهم بعض، نفهم احتياجات بعض، حتى لو كانت بالمصارحة. فكرة الاهتمام ما بيطلبش، مش دايما بتبقى صح. لا، انا من حقي ومن حق الطرف التاني ان احنا نقول لبعض احنا الاهتمام بالنسبة لنا بيكون ازاي، بيكون شكله ازاي، عايزينه في صورة ايه. فعليا التواصل، ان احنا نفهم بعض ونتواصل مع بعض ونصارح بعض احنا محتاجين ايه، هيخلي حياتنا وحياة الطرف التاني سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. معاكم سكرة التنمية البشرية هالة سكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.